او 2 دراهم دقه واحده. ما قالوا 10 ريال، ما قالوا درهم، 2 دراهم عباد الله. السلام عليكم الاخوان، عشرة مبروكه، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي كيهم كل واحد فينا كشباب كشيوخ وكشعب مغربي بصفه عامه، اللي هو غلاء الاسعار بشكل عام. في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا على الحروقات فقط والمواد الاساسيه للعيش بحال اللحم، الدجاج، الزيت، السكر والخضره، اللي بلا ما نقول لك الثمن تاع البسطه شحال كيوصل حاليا 15 درهم، اللي ما خاصهاش تصنف من الخضار على هذا الحساب، خاصنا نحطوها مع الفواكه. انا بعد واحد الوالد شراها قال لي حطوها لي مع الديسير، وديك البوطه اللي تتباع عندنا ب 54 درهم، قال لك السي مازال مرتقب زيدت. ما علينا. اول ما تفهموا علاش في ظرف هاد 5 سنين تبهدلنا التبهديله كامله، خصنا نعرفوا شي شخصيات خاصها التعريف، حيت مازال كاين اللي ما عارفاش بشكل الحقيقي. ابتداء باخ منوش اللي كيظن البعض غير رئيس حكومه، هو رئيس حكومه ورجل اعمال مخضرم ياسي طايف عالم تبزنيز. اجيو نعرفوا بعض الشركات ديالو وبين قوسين بعض الشركات ديالو. نبداو بالشركه الام اللي كتمتلك العائله ديالو، اكوا جروب. بعض المجالات كتخدم فيها هاد اكوا جروب، المحروقات والطاقه، من بينها شركه افريكا اللي الدومين ديالها توزيع البنزين والديزل، تتفرق ليسانس والمازوت، وعندها شبكه كبيره من محطات الوقود اللي سبق لكم شفتوها في الطريق. ندوزو للغاز، شركه افريكا غاز، الدومين ديالها الغاز البوطان، الغاز اللي كيكون في البوطه واللي كيتباع ب 54 درهم. وايضا المغرب اوكسجين، المجال ديال الغازات الطبيه. ندوزو الاعلام، كاراكسير ميديا جروب اللي كتمتلك بدورها جرائد بحال لافي ايكو، فام دو ماروك وجوردي لي ماروك. انتقالا للسياحه، كيمتلك فندق فورمونتا غازوت باي، العقار حدث ولا حرج، التوزيع حدث ولا حرج، غير حيت لساني عيا من الشرح من الشركات كامله. ونقطه مهمه، عنده شركات المواد الغذائيه، وركز لي على هذه، والتوزيع حبيبنا، والاتصال والزيت السيارات حبيبنا، حرفيا ما نسد مجال ما ربحش منه. وبغيت نزيد بارت تاع الربح باش ما يجيش هذا الفيديو طويل تكون فيه شي سنه ضوئيه فكا باش تبردوا الغضيض شويه. نرجع للمعقول شويه. في الحزب ديالو كنلقاو فوزي القجع الغني على التعريف، رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم، او قصه اخي المشاهد ورجل اعمال. ندوزو الملاكم حافظ العالمي، سابق في الحزب، وكان شاد منصب وزير الصناعه، او قصه عاوتاني اخي المشاهد رجل اعمال كذلك. محمد اوجار وزير العدل سابقا، هذيك حبيبنا اللي لا عطاك نسالك، هو رجل اعمال. شي انت وليتي تفهمين. وزيد المزيد من الاسماء، هادشي اللي كان غير في الحزب ديالو. الشركاء الخارجيين والداخليين لا يعدون ولا يحصون، العربيه نقيه ما علينا. ولكن فاش كتلاقى السياسه مع البيزنس ومصلحه المواطن، كيكون هذا الاخير في خبره كان، بحيث اخي المواطن غادي تشاف كسلعه. وواحد القوس خفيف على المحروقات اللي مازال ما فاهم. في 2015 الدوله دارت واحد الحاجه سميتها تحرير السوق. شنو هي تحرير السوق؟ تحرير السوق هي ان الدوله ما بقاش هي اللي كتحدد السعر المحروقات، اي ما بقاش تقنن الجشع تاع المستثمرين. بلغه اخرى، ولا السوق هو اللي كيلعب دور كبير في تحديد الثمن، ولكن الا مشات تتفق عليك السوق فراه جلس على اكبر قالب. طريقه اخرى اخي وصديق المشاهد، شكون كيطلع الثمن؟ هما 5. حالة 1 هو أن ثمن النفط عالميا طلع. الحالة 2 إلا تزاد الدولار، حيت كما كنعرفوا معاملات ديال النفط والبترول تتم بالدولار. الحالة 3 أصدقائي هو أن الشركة تزاد عليهم تكلفة الاستيراد. الحالة 4 الضرائب. والحالة 5 ركز معايا مزيان، هي أنهم زادوا هامش الربح، باستثناء الحالة التالية. الحالة 1 حيت عندنا مخزون ديال شهرين، والحالة 2 بما أن سعر الدولار مستقر حاليا، وكذلك الحالة 3 حيت كما قلنا بلي عندنا مخزون ديال شهرين. والحالة 4 ما كاين تزييد في الضرائب. واحسن معايا السي بالهيش. اش بقى؟ كتبقى الحالة 5 أنهم زادوا هامش الربح. من ذلك هناك شركات لم تتسلم نهائيا في المرحلة المعنية أي شحنة من الخارج، وبالتالي فإنها ظلت تبيع في المخزون السابق الذي كان متوفر عليه، وبالرغم من ذلك طبقت زيادة في الأثمان. زاد 2 دراهم. زاد 2 دراهم. هذا مثبت. هذا مثبت في السوق. طبق هذه المعادلة على جميع المواد الأساسية. فهذا الشيء كامل كنلاحظوا اختفاء وزير الاقتصاد والمالية، اللي الدور ديالها تشوف هذا الحلال اللي وقع، ومع ذلك لمن يحرك ساكنا. أخيرا باش ما نطولوش هذا الفيديو، هو أنك أخي المواطن تحت وسط رجال أعمال مصاصي الدماء وجيوب الضعفاء والمساكين، اللي منهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة، اللي أنا منهم وأنت منهم. ولا خاصك تطالب بها أخي المواطن ماشي تخفيض الثمن ولا خفض التكاليف ولا شي حاجة من التصور ديالك، بل خاصك تطالب به هو المحاسبة الفورية والعادلة لهذه الجرائم. حيت ماشي من المعقول أوروبي فايت تصلتك وتصلتي في معدل الدخل الفردي بأضعاف، وكياكل مطيشة بلادي بأقل ثمن اللي كنشريو حنا. البصل في ألمانيا انت 2 ديال الكيلو بأورو 11 سنت، يعني 11 درهم مغربية. على أي حال كنتمنى من الزلاجية غير يموتوا عايقين، ولا ما يسحقكم ديك اللعيبة تاع شري كوب دافريك نسيو في ثمن المواد الأساسية، في ثمن المحروقات. كنظن بلي الرسالة وصلت. إلى هنا كان معكم ديال بلاك. تهلاو.